السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ متأخر كالعادة بس عندي كلام زيادة. هنبدأ بماتش الزمالك والمصري، قمة الجولة. نادي الزمالك والنادي المصري بدأوا المباراة بشكل ممتاز، يمكن النادي المصري بدأ أفضل من نادي الزمالك. تركيز من أول ثانية مهم جدا للاعبي نادي الزمالك، دي ملحوظة أولى. النادي المصري بدأ وعمل خطوطين على مرمى نادي الزمالك، اللي هو الكرة الأولى كانت من داوموم والكرة التانية كانت عرضية كريم العراقي. نادي الزمالك بدأ المباراة بشكل أفضل وأداء متطور بغض النظر عن مباراة وادي دجلة، لكنه بيستكمل سلسلة التطور ده. النادي المصري فريق خطير جدا وبيلعب بالعمق وبيعتمد على صلاح محسن ودغموم. ليه؟ لأن دغموم لاعب يجيد الاستحواذ على الكرة والمراوغة والمرور وصناعة اللعب. صلاح محسن لاعب سريع قوي ومميز في الكور العالية اللي كان النادي المصري بيشتغل عليها كتير، في استغلال الضغط اللي كان بيقوم به نادي الزمالك، اعتماد على الكور العالية خلف قلبي الدفاع. وده اللي كان نادي الزمالك كمان بيحاول يقوم بيه. نادي الزمالك حاول إن هو يضغط على النادي المصري والضغط كان متبادل. الاعتماد على خوان ألفينة، الساحر الزملكاوي الجديد، لعيب يملك الحلول، المهارة والسرعة. كان عامل مشكلة وإزعاج كبير جدا جابها اليمنى لنادي الزمالك على النادي المصري. نادي الزمالك كان فيه عيب خطير، وهي انضمام آدم كايد لمنتصف الملعب للقيام بالأدوار الدفاعية لناصر ماهر. إيه اللي كان بيحصل؟ كان بنتايج بينضم إلى الدفاع عشان يقفل المساحات طبعا. ده كان بيسيب مساحات على الطرف الأيمن خلف بنتايج، وده اللي شفناه في كرة كريم العراقي، يمكن كان في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة. ده عيب أولاني. العيب التاني عند آدم كايد إنه لعيب بطيء، لكن الميزة اللي عنده إنه لعيب جماعيا أفضل من شيكو بنزا. عشان كده كان في الربط ما بينه وما بين ناصر ماهر أو عبد الله السعيد أفضل في صناعة اللعب، وده اللي ظهر في كرة الهدف الأولاني لنادي الزمالك. تمريرة لناصر ماهر رائعة، ناصر ماهر بيمرر الكرة بالعرض وإحراز هدف من عدي الدباغ. الملحوظة إن عدي الدباغ جات له كور كتير عرضية، ودي جمل ربما نادي الزمالك كان معتمد عليها: التحرك من الطرف الأيسر للأيمن خلف الدفاعات والاعتماد على الجبهة اليمنى. تمريرات إسماعيل الطولية كانت تمريرات رائعة جدا ومباراة ممتازة للاعب اللي بيشارك بديل للونش. كور طولية من محمد إسماعيل وعدي الدباغ دي صنعت أكتر من فرصة وانفرادتين تقريبا لعدي الدباغ. واحدة منهم حاول إن هو يشوطها كانت ضعيفة، والتانية كان انفراد صريح وضايعها بشكل غريب. ودي الملحوظة اللي بتودينا لعدي الدباغ، إنه مهاجم واضح إنه التعليمات ليه تطورت من إنه يتحرك في التحركات الخلف قلبي الدفاع، ويحاول إن هو يبقى بيتحرك على المرمى أكتر من إن هو لعيب يبقى محطة بينزل منتصف الملعب. عدي أحرز الهدف واحتفل احتفال غريب. يمكن الترند خده تريزيجيه، لكن الترند نادي الزمالك وجماهيره ما علقتش عليه، ما ظهرش كتير في إنك بتشاور برضه. بص، وبتشاور على، لو تغاضينا طبعا على موضوع عقلك ده، وانه ممكن تكون اتحركت بشكل المفروض ان هو طبيعي، راس حربة ومتابعة الكورة على خط المرمى، فانت ضيعت انفرادتين او كذا فرصة على نادي الزمالك. فبتعمل بص لمين؟ دي لقطة غريبة جدا. هل هو احتفال مجرد احتفال، ولا انت بتوجه رسالة للجماهير والضغط اللي كان عليك بسبب انه 5 مواجهات انت ما كنتش سجلت فيهم؟ دي لقطة هنعديها دلوقتي. نكمل آرائنا الفنية. نادي المصري حاول إن هو يلعب الكور الطولية ويعتمد على صلاح محسن اللي كان مميز جدا جدا في الكرة الطولية، وكان بيقدر إن هو يعتمد على لاعبي المصري بسهولة ويوجه الكور الطولية ليهم ويكملوا بناء الهجمات على نادي الزمالك. ويمكن دي اللي كانت الخطورة اللي كان بيحاول النادي المصري يشكلها على نادي الزمالك. لكن في المباراة دي نادي الزمالك كان شكله مختلف، في ترابط، في سرعة في الأداء، خاصة من ناصر ماهر احد نجوم اللقاء. لعيب بيتحرك ما بين الخطوط، لان نادي مصر كان بيضغط على نادي الزمالك بخط والتاني، وكان الخط الثالث فيه مسافه كان بيقدر ناصر ماهر ان هو يتحرك منها ويصنع خطوره وازعاج سواء من على الجانب الايمن او الايسر، حتى في عمق الملعب. وده اللي شفناه في كرة تحركه في الهدف الأولاني أو في الكور اللي شكل منها خطورة والتسديدات اللي عملها ناصر ماهر، كان مميز جدا. بالإضافة إلى عودة دونجا في هذا اللقاء على حساب سيف فاروق جعفر. دونجا كان لعيب بيغطي المساحات في عمق الملعب، عكس سيف فاروق جعفر المندفع اللي تحسه ان هو زي ما قلنا قبل كده مش متعود على واجبات المركز ده. دونجا لعيب سيء في بناء اللعب او التمرير، لكنه في المباراه دي كان افضل قليلا من المباريات السابقه في التمرير، وده شفناه في بعض الكرات اللي نقل منها، ومنها فرصه او الكره اللي سجل منها نادي الزمالك الهدف الثاني
عن طريق عمر جابر، لكنه في الواجبات الدفاعية لعيب ممتاز. عشان كده القلائل في مصر بيقدروا يقوموا بدور 6، وعشان كده أحسنهم إلى الآن دونجا، وعشان كده هو بينضم للمنتخب. نادي الزمالك قدم مباراة ممتازة، والمباراة دي أمام فريق كان متصدر الدوري، أنت بتاخد منه الصدارة، بتقدم مباراة ترابط ولعب جماعي مميز جدا. ملحوظة أخيرة في المباراة دي هي عمرو نصر، لعيب شرس على المرمى ورأس حربة يستحق الفرصة، لعيب هيدر، لعيب متحرك، لعيب مساند وبيصنع اللعب. وده اللي شفناه حتى في كرة الهدف الثاني والتغطية على عمر جابر عشان يسيب له مساحة ويسجل الهدف. الملحوظة اللي كلنا شفناها وكلنا خدنا بالنا منها، لكن الملحوظة الأكتر إنه لعيب شرس ورأس حربة يجب الاعتماد عليه، إنه بيحاول كتير وبيحاول جوه ال 18 أكتر من عدي الدباغ. 3 نقاط مهمة وتربع على صدارة الجدول لنادي الزمالك. ميسيو كالعادة ما ننساش دعوة لإخواتنا في غزة، في الدول العربية والإسلامية، ربنا ينصرهم ويحكم دماء.